الا باغي تبيع خاصك تصوب عرض حشومه يترفض، ماشي غير برودوي وثمن. اللي خاصك تفهم هو انك خاصك تقلب على قيمه تخلي الزبون يحس انه غادي يخسر الا ما شراش دابا. اليكس هرموزي كيقول الناس كيشريو القيمه ماشي الثمن، والقيمه كتجي من 4 ديال العناصر. اولا خاصك تلعب على ان النتيجه تكون واضحه، اي ان الزبون خصو يكون عارف شنو غيربح الا شرا من عندك. ثاني حاجه هي الوضوح، العرض ديالك خصو يكون ساهل. فكر كيفاش تقدر تخلي الزبون يفهم العرض ديالك في 5 ديال الثواني. ثالث حاجه تلعب عليها وهي الندره، خاصك تبين ان العرض ديالك راه ما دايمش، مثلا هذا البرودوي باقا فيه 20 قطعه، ولا هذا العرض صالح غير هذا الاسبوع. رابع حاجه وهي البونوس، حاول تزيد قيمه اضافيه بلا ما تزيد في الثمن، حاجه تكون صغيره ولكن كتخليك تبان اقوى من المنافسين، بحال شي استشاره ولا شي عينه مجانيه. ناخذ مثال بسيط، الا كانت براند كتبيع الكوزميتيك وبالضبط شي كريم ترطيب البشره، ماشي غادي تقول لهم كريم ترطيب البشره ب 149 درهم، بل خصك تبدلها وتقول كريم يرطب البشره الجافه، النتيجه من اول اسبوع مع مقشر وجه مجاني كهديه فقط ل 50 طلبيه الاولى. الخلاصه من هادشي ملي الزبون يشوف العرض ديالك خصو يقول الا ما شريتش دابا غنتصيد، بحال هكا غتعرف راسك في الطريق الصحيح.